التطاول في البنيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عندما سأل عن وقت قيام الساعة: ولكن سأحدثك عن أشراطها، فذكر منها: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها. صحيح مسلم. وقد ظهر هذا جليا في هذا العصر، فتطاول الناس في البنيان، وركن كثير منهم إلى الدنيا، ودب إليهم داء الأمم قبلهم، وهو التنافس في جمع المال وصرفها في غير ما ينبغي أن تصرف فيه شرعا، حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر بسطت لهم الدنيا كغيرهم من الناس، وأخذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق المتعددة، وتنافسوا في ذلك وتفاخروا في طولها وعرضها وزخرفتها، بل وصل بهم الأمر إلى أن بنوا ما يشبه ناطحات السحاب المشهورة في أمريكا وغيرها من بلدان العالم. وإذا نظرنا في تاريخ الهندسة والمعمار نلاحظ أن تشييد المباني العالية بدأ في نهاية القرن ال19، فالتطور الكبير في مجال التكنولوجيا وانتشار المصاعد الكهربائية مكن من تشييد البنايات العالية وناطحات السحاب. وقد بيّنت الأحاديث الشريفة أن الناس سيتسابقون في إنشاء المباني العالية. لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، رواه البخاري. وهذا فعلا ما تحقق اليوم، فالدول دخلت في سباق في هذا المجال، وكل دولة تسعى إلى إنشاء ناطحات سحاب أكثر ارتفاعا من غيرها، وهذه العلامة يوجد الكثير منها. عود أرض العرب مروجا وأنهارا. ومنها أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. صحيح مسلم. وقد ظهر في هذا العصر عيون كثيرة تفجرت كالأنهار، وقامت عليها زراعات كثيرة، وسيكون ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. مروج يعني جمع مرج وهو البستان أيضا، وأنهارا النهر معروف. هل هذا يا جماعة، هل كانت جزيرة العرب أصلا مروجا وأنهارا أم لا؟ في عام 1989 أتى بعض الخبراء من المتحف البريطاني يترأسهم رجل اسمه بيترو أبيرو، وجاءوا وعملوا دراسات على الصحراء في الإمارات، وحفروا ونقبوا فوجدوا أحافير عجيبة. وجدوا يا جماعة أحفورات تدل على أنه عاش قبل ملايين السنين في هذه الأرض فيلة، وحيد القرن، فرس النهر، سلاحف، تماسيح، قرود. طبعا فرس النهر وتماسيح وسلاحف معناها أن في أنهار على الأقل. قرود معناه في إيش؟ في أشجار وبساتين ومروج. فيلة معناها أن الأرض خضراء، فهي يعني تعيش على مثل ذلك. فمعناه أن هذه أصلا ماتت قبل ملايين السنين. لما درسوا، عندهم دراسات معينة يكتشفون كم عمرها، فدرسوها فوجدوا أنها كانت قبل ملايين السنين موجودة هنا، وهذه لن توجد في هذا المكان إلا وقد كان هذا المكان مروجا وأنهارا. فالآن في تبوك مثلا يضربون البئر، يحفرون على بعد 800 متر ويجدون أنهار مياه، ويسحبون منها الماء ويسقون المزارع. في تبوك الآن يا جماعة يعني عشرات الكيلومترات كلها مزارع تسقى بإيش؟ مياه التحلية ولا المطر؟ ما في مطر، كلها بالآبار. والآبار هذه ليش ما تنتهي؟ لأن النهر قاعد يجري تحت أساسا، وبالتالي هذا النهر الذي يجري هي تشرب منه،
والنهر هذا وين أصله؟ ربما كان أصله جاي من نهر النيل ولا نهر الفرات، ما تدري، المهم أن النهر قاعد يجري تحت. بالتالي هم يسقونها الآن من عشرات، يعني ما أقول من عشرات السنين، لكن من سنين طويلة في مزارع تبوك، كلها من هذه الأنهار التي تحت. في القصيم الآن يصل تقريبا إلى 1000 متر، ويستطيعون أن يستخرجوا الماء بقوة ويسقون مزارعهم. هذه كلها يا جماعة تؤيد أنها أصلا كانت مروجا وأنهارا قبل ربما ملايين السنين أو عشرات الآلاف من السنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها سوف تعود مرة أخرى. العلم والتكنولوجيا. تبين المصادر التاريخية أن المجتمع العربي زمن نزول القرآن الكريم لم يكن عنده من أدوات العلم والتكنولوجيا ما يمكنه من معرفة تفاصيل الطبيعة والكون، بمعنى أنه لا يمكن المقارنة بين مستوى العلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومستوى العلوم والتكنولوجيا في عصرنا الحالي. وبرغم من ذلك فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوف يحدث تقدم علمي وتكنولوجي كبير في آخر الزمان. والآن لنلقي معا نظرة على هذا التقدم العلمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. أخرجه البخاري. وفي هذا الحديث إشارة إلى إمكانية اكتشاف الأدوية، مما يؤثر إيجابا على صحة الناس. فالتطور التكنولوجي الكبير في المجال الطبي مكن الإنسان من الحصول على هذه النعمة، بعد أن توصل إلى اكتشافات كبيرة فيما يتعلق بجينات الإنسان. وهذا التقدم الهائل لم يكن يخطر حتى على مخيلة الإنسان في الأزمنة الماضية. قبض العلم وظهور الجهل. وقبض العلم يكون بقبض العلماء. وقد ودعت الأمة خلال السنوات العشر الماضية كوكبة من العلماء الربانيين، أمثال الشيخ ابن باز والعثيمين، وشيخ الحديث ناصر الألباني، والشيخ الشعراوي، والشيخ ابن جبرين، والشيخ أحمد ديدات، والشيخ عبد الحميد كشك، وغيرهم من علماء الأمة رحمهم الله جميعا. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صحيح البخاري. أول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أن العلماء الكبار اللي لهم هيبتهم ماتوا. زين. وبالتالي كان العالم في السابق إذا طلع واحد رويبضة وتكلم في أمر شرعي من عند رأسه، العالم القوي أصدر فيه فتوى، فخاف هالرويبضة هذا لا يتكلم، لا ينكر عليه العالم الفلاني. زين. فلما مات العلماء، طبعا لا يزال علماءنا فيهم بركة بلا شك، علماءنا سماحة المفتي العام وهيئة كبار العلماء ومشايخنا عموما فيهم بركة، لكن مضى منا علماء كان لهم أيضا هيبة، أمثال الشيخ بن باز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم، وعلماءنا فيهم بركة بلا شك. منها موت العلماء، ومنها أيضا تصدير وسائل الإعلام لهذه الأسماء. يأتيك واحد ويستضاف في إحدى القنوات، لا لأنه اخترع ولا لأنه ابتكر ولا لأنه اكتشف شيئا معين، لا، يستضاف في القنوات لأنه يرى مثلا أن اختلاط الرجال بالنساء جائز، فيستضيفونه ليقول هذا الكلام فقط. لو قال لهم: طيب أنا بأتيكم ضيف لكن سأتكلم عن حرمة الربا، قالوا: لا 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 تتكلم في الربا، أنت لأنك ترى جواز الاختلاط تعال تكلم، أما الشيخ فلان لأنه لا يرى ذلك لا يتكلم. فهذا هو الرويبضة، الرجل الفاسق لأنه يريد أن يحل شيئا حرمه الله، فهو يتكلم في أمر عام، في أمر العامة.
ظهور الشرك في هذه الأمة. هذا من العلامات التي ظهرت وهي في ازدياد، فقد وقع الشرك في هذه الأمة، ولحقت قبائل منها بالمشركين، وعبدوا الأوثان، وبنوا المشاهد على القبور، وعبدوها من دون الله، وقصدوها للتبرك والتقبيل والتعظيم، وقدموا لها النذور وأقاموا لها الأعياد، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة أو أعظم شركا. روى أبو داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. صحيح الترمذي.